حطي بقى الدقيق في الخلاط وبطلي تشتريها من بره بشويه دقيق وميه. هتجهزيها في الاول، هنسمي بالله ونصلي على الرسول وتعالوا نشوف طريقتنا على طول. 3 كوبايات كبار من الدقيق في الخلاط، وبعد كده على طول 3 كوبايات ميه، معلقه ملح و3 معالق من الزيت. بعد كده هنقلبهم بالشكل ده كده. بس يا ريت بقى نصلي على النبي كلنا في الكومنتات عشان نكسب ثواب انا وانتم، وكل سنه وانتم طيبين. وعلقوا حتى لو بتم عشان يوصل لكم كل جديد. خلاص كده قلبته، وبعد كده هحطه بقى اضربه كويس جدا 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 لحد ما يبقى مفيش اي تكتلات معايا. الموضوع سهل وبسيط وارخص واوفر وانضف مليون مره من اللي بتجيبيه من بره. وكل القصه شويه دقيق وميه زي ما انت شفتي كده. بعد كده بقى هنضربه كويس، انزل كده الجوانب واقلبه كويس وارجع اضربه تاني لحد ما اتاكد انه اتضرب معايا تماما. بصوا بقى، انا بدور لكم على وصفات سهله وبسيطه، انتوا كمان بقى ابسطوني بتعليقاتكم الجميله. خلاص ضربته كويس جدا وجبت مصفى ضيقه وابتديت ان انا اصفيه بالشكل ده كده. طبعا بيبقى فيه شويه شوائب كده صغيرين زي ما انتوا شايفين، بس مش مشكله احنا بنصفيها. بعد كده بقى بنسيب العجينة بتاعتنا دي نص ساعة كده. العجينة بتاعتي مظبوطة 100%. هنركنها نص ساعة وبعد كده نشتغل فيها على طول. بعد كده بقى هنجيب اي درق عندنا نحط فيه العجينة بتاعتنا علشان تسهل علينا طريقة التسوية من غير ما نبهدل الدنيا ولا اي حاجة. بالشكل ده كده. نقطة زيت صغيرة في الطاسة بتاعتنا، والطاسة تكون تيفال مش يعني غير لاصقة، ما ينفعش في الألمونيا. تمام. بعد كده بناخد كمية كده معانا زي ما انتوا شايفين، ونبتدي ان احنا نفردها على نار هادية. اول بقى ما بيستوي بقى اروح ماسكه الاسباتوله لفاها كده في الجوانب اسلكه، بعد كده اقلبه بالشكل ده كده. هنخلص كل الكمية بتاعتنا بنفس الشكل ده كده، ونبقى عملنا احلى كريب اقتصادي بشوية دقيق ومية. وشوفي الكمية اللي انا هطلعها دلوقتي من ال3 كوبايات دقيق، بجد تحفة يا جماعة. الوصفة دي بقى ما تستاهلش لايك وشير ودعوة حلوة من قلبكم، ولكم بالمثل يا رب. بصوا ما بتاخدش وقت، هي على كل جنب يا دوبك دقيقة، يا دوبك يختفي اللون الابيض وتتشمع بالشكل ده كده. على طول ببتدي ان انا اقلبها على الناحية التانية. الموضوع كله سهل وبسيط وما بياخدش وقت، وبلاش تشتري من بره، اعمليه في البيت انضف واحلى مليون مرة. بصوا كل الكمية دي ما خدتش معانا اي مقادير، يعني هما دقيق ومية، مفيش اسهل من كده. سموا بالله بقى وصلوا على الرسول وقولوا لي ايه رأيكم في الوصفة. وبجد يعني احنا بنحتاج على طول الكريب في رمضان، بنحشي بقى باللحمة، بنحشي سندوتشات شاورما، بنحشي بطاطس سوري. بجد خطير يا جماعة، اعملوه وتعالوا قولوا لي ايه رأيكم، وان شاء الله هينجح معاكم.